يولي فهمتيني يولي واحد اخر يعني يبدل هو الغايه ديال الاحكام هو الاصلاح ديال عباد الله، والناس ما ناقصوش بزاف، الناس انسان طيب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا متابعينا الأعزاء، تم الحكم على ستريمر إلياس المالكي ب10 أشهر سجنا نافذة، يعني لكن من الممكن أن تحول إلى عقوبات بديلة، يعني تحول العقوبة بديلة. إمتى ممكن تنفذ؟ ملي يسالي الحكم، يعني يدوز النقد الاستئناف ويدوز النقد، يعني سال مراحل الحكم كاملة أو مراحل التقاضي كاملة، ممكن ديك الساعة تحول ليه العقوبة من عقوبة سجنية إلى عقوبة بديلة، ربما تكون شي أعمال اجتماعية أو شي حاجة بحال ما هكاك، أو ممكن يؤدي على كل نهار السجن ممكن يؤدي عليه واحد القدر مالي. هذا ما كان بالنسبة لإلياس المالكي. 10 أشهر. المحامين كما شفتوا يعني يلا غادي يديروا اجتماعي الدرس واش ممكن يديروا استئناف الحكم أو لا. لكن كما شفنا القضيه ديال الياس المالكي ما دازتش هكاك، يعني شي قضيه اللي سهله، كانت فيها بزاف ديال الهضره، بزاف ديال الشوشره. كانوا قضايا يعني اخرين اللي نباطقوا على هذه القضيه. شفنا واحد الفيديو اللي خرج ديال الابتزاز ديال الياس المالكي اللي خرج للسوشيال ميديا، وخرج كذلك المحامي اللي اتهم انه هو اللي ابتز الياس المالكي، خرج في تصريح. كذلك السيد اللي دار معها المكالمة الهاتفية تم اعتقاله. دازوا في التقديم دابا اللي واقع أن إلياس المالكي حتى هي دارت بها شكاية بالتشهير، دار بها الأستاذ الصوفي، أستاذ سعدون، وكذلك الأستاذ شتاتو، داروا بها شكاية. علاش؟ لأنها سربت هذاك الفيديو أولا، وثانيا لأنها عطاتو التحفة اللي الأستاذ الصوفي اتهموا أنه يعني سبوا وعيروا أو لا، اتهموا كذلك حتى هو بالابتزاز، لأنه كيقول هادوك صحاب الصوفي، هادوك صحاب سعدون، هادوك صحاب شتات. وكذلك البارح تحفة جبد شتات المحامي شتاتو أنه كان كيهضر مع شي صديق ديال إلياس المالكي، الصديق ديال إلياس المالكي اللي خرجت هضره أنه كانوا كيرغموا عليه أنه يدير شكاية بإلياس المالكي. هذه كلها أقوال. حنا غنشوفوا مراحل التقاضي اشنو غادي يكون فيها. المهم الأستاذ الصوفي دار شكاية إلياس المالكي، دار شكاية بالخال ديالو بالأخ ديالو. غادي نخليكم مع المقطع ديال الأستاذ الصوفي. على أننا حضرنا اليوم وتقدمنا بشكاية أمام السيد وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالجديدة الأستاذ المسعودي، هذا الرجل الذي لا يظلم عنده أحد، هذا الرجل الذي يتفاعل بقوة مع خلية ذوي التفاهة، وبالتالي تقدمنا أمامه بشكاية ضد المسمات والدة المسمى إلياس المالكي، خال إلياس المالكي، أخ أو شقيق المسمى إلياس المالكي الذي يقع في السجن. تقدمنا بشكاية حول ماذا؟ حول إنجاز وإعداد وبث وتوزيع ونشر فيديو يتضمن حوار مع شخص معين لا علاقة لنا به ولا تهمنا هويته، فيه كلام قيل على أنه ابتزاز، وهذا أمر لا يهمنا، ولكن الذي يهمنا أن الفيديو تم نشره وتوزيع بثه ونشره وتوزيعه على نطاق واسع، وتم اتهامنا بالباطل على أننا الأستاذ الصوفي شخصيا والصديق الأستاذ سعدون، هذا المناضل، هذا الرجل ذو الحس الأمني القوي اللي بغاو يورطوه ولكنه كان أذكى منهم، وبالتالي لم يتم توريطه. أرادوا أن يستدرجوه من داخل المحكمة ليسجلوا عليه فيديو ولو في كلمة واحدة من باب مواساة هذه المسمى إلياس المالكي، ولكنه رفض، فكان مصير التهديد بالقتل، وكان مصير التهديد بالقتل، ولكننا لم نخضع ولم تنطلع عند الحيلة، وبالتالي أبنا بشكل قوي على أننا رجال المرحلة، وعلى أننا رجال أحرار، وأننا على وعدنا ثابت والصادق مع المغاربة، لا للتنازل، لا للمساومة، لا للصلح، كان هذا هو التصريح ديال المحامي الصوفي اللي اعلن فيه انه دار شكايه الياس المالكي والخال ديالو والاخ ديالو، يعني مستنكرا يعني
أنه يربطوه بالقضية ديال داك الفيديو اللي خرج اللي فيه الابتزاز ديال إلياس المالكي، وأن ديك القناة أو صاحب القناة يعني تحفة يقول أنه شوفوا هادو راهم صحاب الصوفي، هادو راهم صحاب شتاتو، هذا راه سعدون. يعني على هاد القبال علاش دار هاد الشكاية، يعني اتهمها بالتشهير، كيتهموا كاملين بالتشهير وبالابتزاز، يعني والضرب في الشرف وفي العرض وداك الشيء كامل. يعني حنا رشنا المداخلة ديال تحفة البارح، كان واحد اللايف اللي كان حارق جدا 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 صراحة. اللي ما شافوش يمشي يشوفوا باش يتعرف اكثر، يعني يدخل قناة تحفة شو ويشوف اكثر ويتعرف على كثير من التفاصيل. يعني ما نقدروش نحطوا بزاف ديال المقاطع في القناة مشى منها الربح للأسف. كنتمنى فقط دعمكم باللايكات والبارطاج فقط. كنحطوا المقاطع في المقاطع جابت لينا الصداع، القناة توقف منها الربح للأسف. دابا حنا خدامين فابور، ان شاء الله التوفيق، دوز هاد المرحله وندوزو هاد العقوبه، واحد 3 شهور ديال العقوبه حتى يدوز رمضان عاد باش يرجع لينا ان شاء الله الى رجع. المهم معليش. المهم كان هذا هو الخبر اللي بغيت نتشارك معكم. إلياس المالكي 10 شهور في على امل انه ممكن بعد نهايه مراحل التقاضي كامله انها تولي ليه عقوبه بديله، وحنا نشوفوا الى وقعت بصح اشنا هي نوع العقوبة البديلة اللي غادي يعطيوه. أعمال اجتماعية أو مهم حنا غنشوفوا شنو هي العقوبات البديلة. كذلك غادي تكون واحد التجربة جديدة، غنشوفوا واحد الإنسان اللي مشهور وغياخد عقوبة بديلة، يعني غتكون واحد التجربة جديدة. هذا في حالة ما إذا تم تعويض السجن النافذ بالعقوبة البديلة. وهذا كنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوناش بارطاجيو الفيديو. مع السلامة، خليكم على خير.